ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ انا امنيه سامي. اللي لسه اول مره يشوفني ما ينساش يعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصله كل جديد. وصفتنا النهارده بقى هي اكله قديمه جدا بنعملها من زمان جدا، بسيطه وسهله وما فيهاش اي افتكاسات بتاعه اليومين دول، وهي اكله كباب الحله. بجد من احلى واجمل الاكلات على قلبي. بتاكلوها بكذا طريقه بقى، اللي بيعمل جنبها رز ابيض وياكل معاها الصوص على الرز، او بتتاكل بعيش وشويه سلطه مع بطاطس. بجد اكله بسيطه وخفيفه وروعه جدا. فتعالوا معايا عشان نشوفوا طريقتي فيها بالتفصيل. اول حاجه بجيب الحله بتاعتي على النار، وبحط حوالي معلقتين كبار من السمنه او الزبده اللي انتوا بتحبوه، بس يستحسن في الوصفه دي ما نستخدمش زيت، يعني بتبقى حلاوتها بالسمنه او الزبده. زي ما انتم شايفين كده بجيب لحمه بقطعها مكعبات صغيره، واول ما السمنه بتاعتي بتبدا تسخن او تقدح بنزل عليها باللحمه، وابدا اشوحهم شويه لحد ما لونها يتغير. زي ما انتم شايفين كده اللحمه بتاعتي بدات لونها يتغير، هبدا بقى اشيلها من الحله واحطها في طبق خالي في نفس الحله من غير ما انضفها خالص. ممكن تنزلوا معلقه زبده تاني او سمنه وتنزلوا عليها البصلايه، بس انا طبعا عشان ما بحبش الدهون كتير فاستكفيت بالدهون اللي نزلتها اللحمه. المفروض في لحمه كباب الحله بتقطعوا البصل جوليان، اللي هي رفيعه، حلقات رفيعه، بس انا عشان عندي ما بيحبوش البصل يبقى واضح او باين، فاضطريت اضربه في الكبه. بضرب حوالي بصلتين كبار ضربه كويسه في الكبه، وانزل بيهم في الحله واشوحهم لحد ما يتبلوا حاجه بسيطه. طبعا عملت بصلتين كبار عشان انا عامله حوالي نص كيلو لحمه بس، لو انتوا تعملوا كيلو بتاخدوا حوالي 4 بصلات كبار. هنا بقى الجزء ده اختياري، لو بتحبوا الحامي بتقطعوا قرن فلفل زي ما انا قطعت كده، ما بتحبوش ملهاش لازمه خالص الفلفل ده. هنبدا بقى ننزل بالبهارات، معلقه فلفل اسود صغيره، معلقه بابريكا صغيره، نص او ربع معلقه صغيره من القرفه، وهننزل عليهم بكوبايه كبيره من الميه. هنا الجزء ده اختياري، انا بحب احط كيس مرقه فوريه مع اللحمه. انتوا مش بتحبوا المرقه اصلا ما تحطوهاش، بس هي صراحه بتدي طعم جميل جدا. هنا كنت زودت نص كوبايه ميه عشان انا كنت حاسه ان هي محتاجه ميه تاني. وبنغطي عليها الحله بقى وبنسيبها على نار هاديه لمده ساعه الا ربع او ساعه عقبال ما تاخد سواها براحتها. طبعا انا ما كنتش زودت ملح في الاول علشان اللحمه ما تستوي معانا بسهوله وما تشدش، الملح بيتزود في اخر الوصفه خالص. حطيت هنا حوالي معلقتين صغيرين جدا من الملح. طبعا الملح ده بيبقى اختياري، انتوا حطوا مثلا معلقه واحده وشوفوا الملح بتاعكم لسه مش مظبوط محتاجين تاني بتزودوا. الملح تمام خلاص. انا هنا كان خلاص اللحمه استوت معايا زي ما انا بوريكم كده انها دايبه وبقت ما شاء الله جميله جدا. بس مفيش ابسط ولا اجمل من كده. زي ما قلت لكم كباب الحله دي من اكلات البسيطه والمش معقده، واكلات زمان الجميله. هتعملوها بشويه رز كده جنبها، الصوص بقى يتحط عليها بيبقى رهيب. انا عن نفسي اكلناها بالعيش مع شويه سلطه وشويه بصل محمره. بجد اكله خفيفه وبسيطه جدا. ولو انتوا بتعملوا دايت بتحطوا الحاجات دي كلها في طاجن في الفرن تستوي على مهلها، بتدي نفس النتيجه ونفس الطعم. او ممكن تمشوا بنفس الخطوات اللي انا مشيت بيها، بس بدل ما تحطوا السمنه بتاعتكم في الحله بتحطوا رشه زيت بسيطه جدا وتشوحوا الحاجه لو عايزينها اكله خفيفه على المعده، عشان لو عندكم مشاكل في القولون او بتعملوا دايت. طبعا انا قلت لكم هي بالسمنه او الزبده طعمها احلى، بس يعني احسن ما تاكلوهاش خالص لو انتوا بتعملوا دايت او عندكم مشاكل في المعده. وبكده يكون وصفتنا النهارده خلصت، ويا رب تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك عشان ده بيفرق معايا كتير. مستنيه كومنتاتكم علشان ده بيشجعني انزل لكم وصفات كتير. واللي بيتفرج عليا لحد دلوقتي ولسه ما عملش اشتراك يا ريت يعمل لي سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. واستنوني ان شاء الله المره الجايه في اكله جديده ووصفه جديده. سلام.